النهاردة يوم السمك، والسمك في اسكندرية يعني حلقة السمك اللي في بحري، وهو واحد بس اللي بجيب من عنده السمك، عم عجمي أقدم واحد بتاع سمك في الحلقة كلها. مفيش اسكندراني أصيل معرفش عم عجمي والسمك بتاعه. تعالوا اوريكم بقى جبت ايه وهوريكم قد ايه السمك فريش وحلو والكواليتي حلوة ازاي. دي استاكوزا بس بصراحة ما اشتريناهاش عشان كنت شايفاها غالية جدا، بس حقيقي ما شاء الله وعمالة تلعب. ده الصيد بتاع النهاردة كله، بيبقى حاطينه كده زي ما انتوا شايفين في تلج. جبت موس عشان اقليه والسمك عشان عمله في البطاطس وشوية جمبري، وكان في جندوفلي فريش فجبت شوية. بعد ما نقيت السمك بتاعي بياخدوه ينضفوه بالمنظر ده، بجد بينضفوه بسرعة جدا ونضيف جدا، وفي أقل من 5 دقايق كانوا مخلصين. بيطلعوا الأحشاء والنخشيش زي ما انتوا شايفين. هما بصراحة ناس عندها خبرة سنين في تنظيف السمك وتقطيعه، فدول اكتر ناس بثق فيهم يعملوا كده. بعدين مالك بقى قاعد يلعب في عين السمكة شوية، وهنا بقى كان عم عجمي بيقول لبابا الأسعار وبيحسبه، كان هنا عيني بابا مصدوم من الأسعار. بس في الآخر اتبسطنا بصراحة وأخذنا أحلى سمك زي كل مرة. بعد ما بنخلص لازم نطلع نروح عند الصعيدي اللي في وش فرج أبو خالد، عربية كده بس بجد خطيرة، عندهم اوريو بلوبيري عسل وطحينة. مالك اختار البلوبيري وانا ما بغيرش، باخد الكلاسيك دايما حليب. بحب اكله في بسكوت اسكندراني بس للأسف ما كانش عنده. بجد احلى ايس كريم. وده كان يومي النهاردة في بحري.